بعد توديع المنتخب المغربي كأس أفريقيا أمام جنوب أفريقيا، انتشرت عدة أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي عن حضور المنتخب المغربي لكوبا أمريكا، والأغلب كان يعتقد فعلا أن المنتخب سيشارك، لكنه في الحقيقة الخبر غير صحيح. لكن السؤال هنا، هل حقا كان من الممكن أن تشارك المغرب في كوبا أمريكا؟ الجواب أجل. أجل، هذا صحيح، يمكنها المشاركة ولا توجد أي مشكلة في ذلك. لكن لماذا لم تشارك؟ هذا السؤال أصدقائي سنجيب عنه في هذا الفيديو، لكن قبل ذلك لا تنسى الضغط على زر اللايك الجميل وزر الاشتراك الأجمل. وهيا بنا نبدأ الفيديو. أولا، ما هو نظام كوبا أمريكا؟ في كوبا أمريكا يشارك 16 منتخبا، 10 من اتحاد أمريكا الجنوبية يشاركون بشكل تلقائي: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، بيرو، الأوروغواي وفنزويلا. و6 منتخبات من اتحاد الكونكاف يتم تحديدهم من خلال دوري الكونكاف في 2024 و 2023. ستكون الفرق هي الفائزين الأربعة في ربع النهائي في دوري الدرجة الأولى، وفائزان في دوري اللعب بين الأربعة المتأهلين إلى ربع النهائي الخاسرين. بالنسبة للولايات المتحدة، على الرغم من كونها الدولة المضيفة، لن تتأهل تلقائيا. الآن، لماذا المغرب لم يشارك؟ في بعض الأحيان تكون هناك استثناءات، حيث تتم دعوة منتخبات من اتحادات قارية أخرى للمشاركة كضيوف. مثلا في كوبا أمريكا سنة 2016 تمت دعوة كل من إسبانيا وإيطاليا للمشاركة، وهذه السنة بالضبط انتشرت عدة أخبار تقول بأن المنتخب المغربي سيشارك، لكن هذا الخبر غير صحيح. فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكدت أنها لم تتوصل بأي دعوة من قبل كوبا أمريكا للمشاركة. هذا أصدقائي هو الجواب. لكن لا بأس، إن شاء الله سنتوفق ونشارك في كأس العالم 2030، ومن يدري قد نفوز بالكأس. كل شيء ممكن أصدقائي. بالنسبة لي، كل ما قدمه المنتخب المغربي جميل، وكل ما نتمنى لهم هو المزيد من التوفيق والنجاح في مبارياتهم القادمة إن شاء الله. هذه نهاية الفيديو أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تتابعون فيها محتوانا. أعانكم الله بالخير والسلام.